هو رجل بملامح طفل بسبب خلل هرموني أصابه في سن 12، مما أدى إلى توقف النمو في أعضاء جسده مع تقدمه في العمر، لتكون حالته نادرة وغريبة من نوعها. اسمي محمد، عمري 22 سنة. اخواني الصغار لاني انا اكبر واحد في البيت، انه اجسامهم اكبر مني صاروا، فانه حسيت انه في اشي غلط في الموضوع، فرحت على المستشفى فحصت وهاي، قالوا لي عندك نقص نمو. كنت اخذ ابر وما نفعت معي وما حبيتها، خلص حبيت شكلي هيك. اول اشي تضايقت انه كيف انه عمري كبير وشكلي صغير، بعدين خلص انه حكيت هيك ربنا بده، انه ضليتني بالموضوع هذا وانبسطت كثير. وعلى الرغم من المتاعب النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يمر بها محمد، إلا أنه استطاع التصالح مع الأمر ومواصلة حياته بصورة طبيعية، متجاهلا نظرة الناس وتعاملهم معه على أنه طفل صغير. صعوبات أنه لما أطلع مع أصحابي بقولوا من الصغير هذا اللي ماشي معاكم، أو نروح مثلا سينما إنه فيلم فوق 18 سنة، انه بقولوا ممنوع تدخل لانه انت صغير، لازم اطلع الاي دي. او لما اسوق السياره نفس الشيء، الشرطه بتقعد تقول لي انت ليش سارق سياره ابوك، انت كيف بتسوق السياره، ومن هالحكي يعني احراجات كثير بواجه بحياتي. توقف محمد عن رحله علاج استمرت سنوات عده، وتنوعت اشكالها بين طبيعي وكيميائي وحقن مركزه، وقرر مواجهه الصعاب، وهو اليوم يعمل كمصور في احدى القنوات التلفزيونيه، يحب عمله ويخلص له. ترى موقف صعب لما رحنا على الشيشة، قعدنا أنا والشباب، فنزلوا الشباب كلهم شيشة وأنا طلبت شيشة فما نزل. بقول له ليه؟ بقول لي أنت صغير. بقول له كيف صغير؟ أنا عمري 22. بقول لي لا صغير. طلعت له الاي دي وبرضه ما صدق، بقول لا انت مزوره فما راح انزل لك. قلت له خلص على راحتك، سحبت حالي وطلعت. كثير في مواقف مضحكه، انه لما مثلا اعطي الليسن للشرطي انه بقعد يضحك، انه كيف انت عمرك 22 سنه ومين اعطاك الليسن وهاي. بقول له من يعني اعطاني الليسن غير الشرطه والمرور، وبقعد نمزح وهاي ونصير انا وياه انه صحبه وهيك يعني. وكثير في أشياء مضحكة. يؤمن محمد بأن وضعه كان سبباً في محبة الناس له، وأن المواقف المحرجة والطريفة تضفي على حياته نكهة خاصة، ولعل أحد الأشياء التي شدت من عزيمته اكتشاف أنه ليس وحيداً، بل هناك في المجتمع حالات كثيرة لنساء ورجال يعيشون وضعه الجسماني نفسه. بقول لهم اطلعوا شوفوا الدنيا، لأنه الحياة كلها ما بتستاهل، وإذا بدك تعيش بتعيش إلك، بدك ما تعيش ما بتعيش إلك، وعادي واجه الحياة بقلب قوي وخلي عندك قوة تحدي.